انا عارف ومتأكد انك نفسك تحرك اللوجو بعد ما بتعمله. وافتر افكت صعب جدا، وعشان تتعلمه محتاج وقت، ومش لازم تتعلم كل حاجه يعني. فانا هجيب لك النهارده طريقه سهله وبسيطه عشان تتعلم تحرك اللوجو بتاعك بعد ما تخلصه وانت بتقدمه للكلاينت بتاعك، او حتى وانت عايز تحطه في البورتفوليو بتاعك يعني. وكمان الطريقه دي ممكن تبقى ببلاش. اول حاجه هتفتح موقع jitter.video. الويب سايت هتعمل عليه اكونت بكل سهوله، وبعد كده هتنزل برنامج فيجما. هو برنامج خفيف ولذيذ وببلاش كمان، وهتستخدمه في حاجات كتير جدا بعد كده. وهتفتح اي فايل فيه وتعمل كوبي وبيست من الالستريتور للوجو بتاعك. طبعا يكون فيه لايرز كتيره، مش ما يكونش صوره، او يعني تعمل كوبي وبيست لاي حاجه عايز تحركها يعني. وبعد كده هتتاكد انك عملت فريم للوجو بتاعك بالطريقه دي. الفريم ده حاجه شبه الجروب كده بس جوه فيجما يعني. وتروح لقائمه البلجنز وتدور على حاجه اسمها جيتر، وتفتح البلجنز وتعمل كوبي تو جيتر، وتدوس على الزرار ده هيخليك تدخل على موقع جيتر على طول. وهتلاقي كل اللايرز هناك جاهزه عشان تبدا تحرك لاير باي لاير على طول. الموضوع سهل، وفي شويه افكتس كتيره جدا موجوده ممكن تحرك من خلالها وهتساعدك جامد قوي. طب ازاي بقى هعمل اكسبورت ببلاش؟ عندك طريقتين. اول واحده انك تاخد سكرين شوت للانيميشن اللي انت هتعمله، وقد تكون يعني لبعض الناس مش حلوه قوي. فتاني طريقه انك تعمل اكسبورت ولوتي فايل. لوتي فايل هو الوحيد اللي ينفع تعمل له اكسبورت في النسخه المجانيه. وبعدين هتكونفرت من اي ويب سايت للوتي 2 ام بي 4، او تشترك في جيتر يعني لو شغلك كتير عليه. وبس كده. اتمنى تكون استفدت من المعلومه السريعه دي. اعمل فولو لو انت بتحب المحتوى المحتوى بيتكلم عن البراندنج او اليو اي واليو اكس ديزاين. وبس، سلام.